وأهلا وسهلا بكم متابعينا الكرام في قناتكم المتخصصة في متابعة كل جديد عن أحوال الطقس بالمغرب. قبل أن نشرع في تفاصيل هذه النشرة نذكركم ونرجو منكم دعم القناة بالاشتراك وتفعيل زر الجرس ومشاركة هذا الفيديو مع أصدقائكم، فبفضل دعمكم نستطيع أن نواصل تقديم نشرات يومية دقيقة وإنذارات مهمة لحظة بلحظة. دعمكم هو سر استمرارنا، فلا تبخلوا علينا بالاشتراك والمشاركة. ننتقل الآن إلى تفاصيل الطقس. يوم الخميس بحول الله ستعرف أجواء بلادنا تغيرا تدريجيا، حيث ستغطي السماء سحبة كثيفة في الشمال والسواحل الأطلسية وأجزاء من المناطق الوسطى، مع نزول زخات مطرية متفرقة قد تكون معتدلة أحيانا، خاصة في المناطق القريبة من المرتفعات. الأجواء ستبقى باردة نسبيا في الصباح والليل، مع رياح معتدلة إلى قوية نسبيا تزيد من الإحساس بالبرودة خصوصا قرب السواحل. أما يوم الجمعة فسيكون مميزا بعودة الأمطار الغزيرة والمنتظمة على عدد من الجهات الشمالية والريفية، كما ستشمل الواجهة المتوسطية وتمتد تدريجيا نحو بعض المناطق الوسطى. هذه التساقطات قد تكون رعدية أحيانا ومصحوبة برياح قوية نسبيا، مما يفرض الكثير من الانتباه والحذر سواء على الطرقات أو بالنسبة للفلاحين الذين ينتظرون هذه الأمطار بفرح كبير. هذه الغزارة تحمل بشائر خير للفلاحة والفرشات المائية، لكنها قد تسبب تجمعات مائية في بعض المدن والمناطق المخفضة. إذن نحن أمام يومين مهمين بحول الله: الخميس الذي سيعرف بدايات الاضطراب، والجمعة الذي سيكون يوم الأمطار بامتياز. ندعوكم إلى متابعة النشرات اليومية معنا حتى تكونوا على أتم الاستعداد لأي طارئ أو تغير مفاجئ في الأجواء. وفي الختام نعيد التذكير: لا تنسوا دعم القناة بالاشتراك وتفعيل زر الجرس ومشاركة هذا الفيديو، فبذلك تصلون دائما إلى آخر التوقعات والتحذيرات أولا بأول. شكرا لكم على وفائكم، دمتم بخير، وإلى اللقاء في نشرة قادمة بإذن الله تعالى.